اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم في طبق القلقاس القمر ده؟ بسم الله ما شاء الله، جميل والريحه تحفه والطعم خطير جدا. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف الطريقه. معايا كيلو ونص قلقاس يا حبايبي اهو، ومعانا السلق والكزبره. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. نمسك السلق بتاع القلقاس بتاعنا كده واقطعه. عشان ما تعبكيش في التقشير. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي، حطوا في الطبق بتاعنا. انتي بتقشري القلقاس كده بالراحة على نفسك كده، عشان ايه؟ هو جامد شوية، عشان ما تتعوريش. بصوا الحتة دي بقى كده تتشال كده، عشان ايه؟ هخلص الكمية بتاعتي وارجع لكم تاني. المية غليت بتاعتنا يا حبايبي اهي. هنحط ايه؟ اللحمة بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت اللحمة بتاعتنا تستوي قبل ما اخلط القلقاس. خلطوا كده مكعبات يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. زي بطاطس مكعبات كده. اهو يا حبايبي، كلنا شطار في بيوتنا، بس ايه البنات الصغيرة كده لسه متجوزة جديد تتعلم، بس ايه بنعلمها كده شوية، وكلنا بنتعلم من بعض. اهم حاجة تمسكي سكينة حامية وانت بتقشري القلقاس، عشان هو جامد، بس تحرصي على نفسك كده وانت بتقشريه. لكن هو سهل جدا وجميل جدا اهو. ده السلق بتاعنا يا حبايبي اهو. بصي، اللهم صل على سيدنا محمد. برطفه كده عشان اخرطه من غير العروق بتاعته. جايبه ربطتين سلق لكيلو ونص قلقاس، وربطتين كزبره. ما شاء الله جميله اهي.
الكزبرة برضو هقرطفها كده وخرطها ايه مع السلق نصها ونصها احطه في الشوربة. بصوا دي كده هتتخرط مع السلق، واللي هحطها على الشوربة اعملها كده الوردة كده واخرطها صغير. اللحمة غلت يا حبايبي اهي. حط الفلفل الاسمر، ما تحطيش الفلفل الاسمر والشوربة لسه ما غليتش عشان ما تمرش الشوربة معاكي. حط الكزبرة بتاعتنا، اللهم صل على سيدنا محمد. حط طماطميتين وسيبهم يغلوا بقى عشان نحط القلقاس بتاعنا المغسول. الشوربة بتاعتنا غلت اهي يا حبايبي، اللحمة استوت. نحط القلقاس بتاعنا. حطيت القلقاس بتاعنا كله يا حبايبي اهو. خليه يستوي بقى عشان نعمله ايه، هسيبه يستوي يا حبايبي عشان احمر السلق بقى بالتومه. نحط 3 معالق سمنه يا حبايبي اهو. نحط معلقه التوم بتاعتنا. التومه يا حبايبي اهي. حطيت معلقه توم. بسم الله الرحمن الرحيم. حط معلقه كزبره صغيره. وحتى مع السمنه كده معلقتين زيت بس كده صغيرين، بيدي طعم حلو مع السمنه يعني حلو، لان السلق معانا بيشرب كتير يعني سمنه وانا بحمره. اللهم صل على سيدنا محمد. ريحة التوم بتطلع كده واحط السلق بقى، سلق الكزبرة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله على الريحة يا حبايبي، ما شاء الله ريحة جامدة. بسم الله ما شاء الله. انت اول ما تحطي التوم ما تحمروش قوي علشان برضو السلق بياخد وقت عقبال ما يتحمر ما يتحرقش منه. بعد ما تصغري وتحطي السلق. تقعدي ايدك فيه كده تقلبيه عشان ما يتحرقش من الجنين. السلق اهو يا حبايبي معانا. طبعا احنا لسه شويه عليه، ما بنحطوش دلوقتي الا لما يبقى زيتوني كده خالص تقيل. واهم حاجه تنقي القلقاسه المدوره الفاتحه دي، ما بتاخدش سوا، لان في قلقاس بياخد سوا جامد، ده ما تجيبهوش يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. كده خلاص السلق يا حبايبي خلص معانا. هنخشه بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط الملح بتاعنا يا حبايبي اهو. الملح بتاعك بقى على حسب ما انت بتحبي كده، على حسب الرغبه. بسم الله ما شاء الله. بصوا لونه جميل ازاي.
اهو اللولاس يا حبايبي، شوفوا سوا ولا لا؟ بسم الله ما شاء الله، زبده اهو. اللولاس بتاعنا يا حبايبي بعد ما خلصناه، الله على الريحه والطعم حكايه، بسم الله ما شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.